هو فعلا الجزر بيقوي النظر؟ تعالوا نشوف الموضوع ده سوا. الحكاية بدأت في الحرب العالمية التانية، لما الألمان والبريطانيين كانوا بيحاربوا بعض بطيارات في السماء. في الوقت ده الإنجليز كان عندهم طيار أسطوري اسمه جون كانينجهام. الراجل ده كان عنده عينين بومة، كان بيوقع طيارات الألمان كلها بالليل. فالألمان اتفاجئوا وقالوا أكيد في حاجة. على الجانب الآخر الحكومة البريطانية ما صدقت لقت حاجة تشتت بها الألمان، فقالوا لهم إن الجنود بتوعنا نظرهم قوي بيشوفوا بالليل عشان بياكلوا جزر كتير. وبالتالي الجنود الألمان راحوا كلوا جزر كتير، وعشان يأكدوا خداع الألمان عملوا مجلة بعنوان كاروت امبروف نايت فيجن. بس ده مش معناه ان الجزر مش مهم لصحة العين. الجزر بيحتوي على مادة اسمها بيتا كاروتين، وجسمك بيحولها لفيتامين ايه اللي مهم جدا للرؤية الليلية والرؤية في الإضاءة الضعيفة. بس المشكلة معايا، اشمعنى الجزر بيقوي النظر؟ ليه ما قلناش الكبدة بتقوي النظر او البطاطا او السبانخ؟ كلهم فيهم فيتامين ايه ويمكن اكتر من الجزر كمان. فغالبا المثل اتقال كده عشان القافية ما تبص. نيجي بقى لسؤال الحلقة، تفتكر مين اكتر كائن حي بيشوف بالليل في الطبيعة؟ بس كده. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناة وتبعت الفيديو لاصحابك. كان معكم بلال ماجد.